يا ترى ايه أسوأ حاجة ممكن تحصل لكم لو كنتوا كائن بحري في الفترة الأردوفيشية؟ ممكن سمكة مفترسة تجري وراكم، طيار مائي يسحبكم، بس الأسوأ من كده بكتير. تخيلوا إن الكوكب كله بيتجمد حواليكم. الأرض دخلت في واحدة من أسوأ موجات التجمد في تاريخها، والنتيجة أول انقراض جماعي معروف في السجل الجيولوجي. طيب إيه اللي حصل بالظبط؟ العلماء بيقولوا إن الأرض في أواخر الفترة الأردوفيشية من حوالي 443 مليون سنة اتعرضت لموجة تجمد عالمي ضخم. درجات الحرارة نزلت بشكل عنيف، والتلج بدأ يغطي الأرض، ومستوى سطح البحر انخفض جدا لدرجة إنه قضى على بيئات بحرية كاملة. وده كارثي لأن أغلب الكائنات وقتها كانت عايشة في المية الضحلة. طيب ليه حصل التجمد ده؟ في أكتر من تفسير. واحد منهم بيقول إن السبب كان في النباتات البرية البدائية اللي بدأت تنتشر على الأرض. النباتات دي امتصت كميات ضخمة من ثاني أكسيد الكربون من الجو، وده قلل الاحتباس الحراري وخلى الأرض تبرد بسرعة. بس في المقابل في رأي تاني بيقول إن السبب ممكن يكون في النشاط البركاني اللي عمل خلل في التوازن المناخي. بمعنى تاني، الكوكب كان بيتشقلب حرفيا. والتجمد ده مش بس خلص على الكائنات اللي ما قدرتش تتأقلم، لكنه برضه عمل تغيير جذري في الحياة على الأرض.